الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد إخوتي الأحبة، تكمالا إلى درسنا في علم أصول الحديث. علم أصول الحديث وصلنا إلى الدرس الحديث المشهور وقلنا إنه الحديث المشهور طبعا أحد أقسام خبر الآحاد فيه الحديث المشهور والحديث العزيز والحديث الغريب، وتكلمنا عنه كيف لماذا سمي مشهورا والتعريف مالته وهكذا إلى آخره. مشهور اصطلاحي وغير اصطلاحي. المشهور الاصطلاحي ما اكو طبقة، في أقل طبقة ثلاثة يعني أقل من التواتر. زين، هاي ونحن تراجعون الحلقة السابقة. نأتي إلى تطبيق عملي على الحديث المشهور. عندنا هنا مثلا البخاري روى في صحيحه، ومسلم روى في صحيحه، والطبراني أيضا، وأحمد من شيوخ البخاري، والخطيب البغدادي، كل واحد عنده نقل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الترمذي وأبي داود وابن ماجه وهكذا الحاكم هكذا. فذولا من رووا الأحاديث، راح أكو حديث معين مروي عند مسلم، عند البخاري، وعند الطبراني، عند الترمذي، عند النسائي. ولكن هو هل نأتي احنا قلنا الحديث المشهور اللفظي ليس المعنوي والتأويل وكذا. لأن هذا الحديث الآحاد المشهور مشهور في أقل طبقاته. قسم للعلماء قالوا اثنين، من تجي في طبقة من الطبقات تجي باثنين فتعتبر حديث مشهور. وقسم قالوا ابن الصلاح قال ثلاثة. زين، قسم إذا العلماء اثنين أو ثلاثة، فإحنا راح نمشي على هذه القاعدة. فالتطبيق العملي، البخاري مثلا قال رواه ابن أبي أويس إسماعيل ابن أبي أويس رواه عن مالك رواه عن هشام بن عروة، وهشام بن عروة طبعا ابن عروة بن الزبير نقله عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ونقله عبد الله بن عمرو بن العاص عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا نقول إسماعيل بن أبي أويس عن مالك عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى مرفوع إلى النبي، صحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا موجود في البخاري. في مسلم قتيبة بن سعيد، جرير بن عبد الحميد، هشام بن عروة، وعروة بن الزبير، زين، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم. هاي السلسلة الثانية. نأتي إلى الطبراني، محمد بن عمرو عن أبيه عمرو بن خلاد، العلاء بن سليمان الرقي، الزهري، أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هاي سلسلة ثالثة. الشيوخ أحمد من شيوخ البخاري، عبد الله بن أحمد، وكيع بن الجراح عن وكيع عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن زياد بن لبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الخطيب البغدادي بكر بن صدقة عن عبد الله بن سعيد عن موسى بن عقبة عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يعتبر هذا سند الحديث، سلسلة الحديث عند البخاري وعند مسلم وعند الطبراني وعند الخطيب، وهكذا الحديث موجود في هاي الكتب. زين، نحن نأتي إلى أقل طبقة. أيهما طبقة. انظر، طبقة تعتبر الصحابة. أبو هريرة صحابي روى عن النبي إنما الأعمال بالنيات مثلا، وإنما لكل امرئ ما نوى. ورواه أبو هريرة صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لكل امرئ ما نوى. ورواه أبو سعيد إنما نفس الحديث. ورواه أبو بكر، ورواه عثمان. هذا يسمى طبقة الصحابة تسمى طبقة. كم واحد موجود بيها؟ أبو سعيد، أبو هريرة، أبو بكر، عن النواس بن سمعان، عن كذا. هذا طبقة الصحابة سمى طبقة. كم واحد بيها؟ 5 4. كم واحد راوي هذا الحديث؟ 5 7 8. إذا 8 أكثر هكذا يعتبر هذا حديث متواتر. إذا كان أقل نأتي إلى السلسلة الأقل. زين، فإذا الطبقة الأولى طبقة الصحابة،
اللي سمعوا التابعين سمعوا من الصحابي، ثم طبقة التابعين. والطبقة الثالثة تابع التابعين تلاميذه، وتابع تابع التابعين إلى يومنا هذا، سمعوا الأحاديث عن شيوخهم المأذونين برواية الحديث عن الثقات. زين؟ فإذا كل طبقة تعتبر. مثلا هسه هذا الحديث، هسه نأتي على هذا الحديث. هذا اسماعيل في البخاري، هذا مسلم، الطبراني، احمد، شيوخ البخاري، خطيب بغداد، طبقه بعد. اسماعيل بن ابي اويس عن مالك عن هشام عن عروه بن الزبير عن عبد الله بن عمرو عن النبي. عدد الرواة 5. لماذا 5؟ شوف، اسماعيل، مالك، هشام، عروه، عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو صحابي، عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي. هنا ايضا عبد الله بن عمرو، اذا هذا راوي واحد. عن أبو هريرة، هاي 2 صاروا. عن زياد بن لبيد 3. عن عائشة 4. إذن هاي رواة الحديث هنا في أول طبقة الصحابة هم 4. عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو، أبو هريرة عن النبي، زياد بن لبيد عن النبي، عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هاي الطبقة الأولى. إذن كم رواية؟ 1 2، هذا متكرر، 3 4. 3 4. نأتي إلى الرواية الثانية. إذن عروة بن الزبير، عروة بن الزبير ابن الزبير بن العوام. عروة بن الزبير راوي واحد. أبو سلمة راوي صحابي 2، صار 1 2. سالم بن أبي الجعد تابع طبعا 3. عروة بن الزبير مكرر. إذن هنا الطبقة قد بها عروة بن الزبير، أبو سلمة، سالم بن جعد بن أبي الجعد. ماشي؟ عروة بن الزبير، عائشة. إذا عروة بن الزبير وتكرر 3. إذا هم وجه بالطبقة 1 1 1 2 1 2 3. إذا هاي الطبقة فيها 3 رواة لأن مكرر به. نيجي الطبقة هشام بن عروة بن الزبير بن العوام. هشام الزهري، دول 2. زين؟ عن الأعمش 3. عن موسى بن عقبة 4. 1 2 3 4 لأنه متكرر. إذا 4 رواة لهذا الحديث من تابع التابعين. نجي على مالك جرير بن عبد الله عبد الحميد، جرير عن العلاء بن سليمان، عن وكيع بن الجراح، عن عبد الله بن سعيد. 1 2 3 4 5 رواة ايش 5. هاي الطبقة تابع التابعين. اسماعيل ايضا سمع من مالك 1. قتيبة بن سعيد 2. محمد بن عمرو عن أبيه عمرو بن خلاد 3. عبد الله بن أحمد عن أبيه 4. بكر بن صدقة 5. إذا هاي الطبقة 5 وهاي الطبقة 5. هاي الطبقة 3 وهاي الطبقة 3 وهاي الطبقة 4. فنأتي إلى هذا تطبيق على من؟ على الحديث. نأتي إلى تكملة الدرس. إذن الطبقة الأولى طبقة الصحابة تعتبر هي الطبقة الأولى. طبقة الصحابة هي الطبقة الأولى، التابعين الطبقة الثانية. فنأتي على العدد، كم صحابي رواه هذا يسمى طبقة، كم تابعي رواه الحديث الصحيح هذا طبقة، وتابع التابعين كم سمعه وهكذا. فنأتي إلى أقل عدد موجود وين؟ بها. عندما أحكم على الحديث فالعبرة بأقل طبقة وهي 3، فهو حديث مشهور لم يبلغ حد التواتر. 3 فأقل، يعني في أحد طبقاته تيجي على هاي الطبقة بها 5 بها 7 بها 9 بها 12 بها كذا، أقل طبقاته 3. إذن يعتبر حديث مشهور، هذا بالمصطلح. أما المشهور على ألسنة الناس لا، ذاك يجوز ضعيف، يجوز مردود، منها أيضا حتى هذا أيضا موجود عنده مردود. إذن هذا الحديث بأقل الطبقات 3 في كل طبقة. هاي افتهمنا. نأتي إلى الحديث القسم الثالث من خبر الآحاد أو حديث الآحاد. قلنا المشهور، بعدين العزيز، بعدين الغريب. الحديث المشهور والعزيز والغريب ذني أقسام الآحاد. أقسام الآحاد باعتبار شنو؟ عدد طرقه، يعني من اجى الصحابي من التابعين وهكذا، عدد طرقه، لأن يعني مذكور الحديث بعدة روايات بعدة أسانيد، يعتبر عدة أسانيد. فنأتي إلى الحديث العزيز. لماذا سمي هذا الحديث
قلنا ذاك مشهور، أما مشهور على ألسنة الناس أو مشهور إنه لأنه بها صحة رواته أو أقل طبقة به ثلاثة، أقل طبقة من رواة الحديث سند في ثلاثة يعتبر مشهور. وقلنا هذا صفاته. العزيز صفة مشبهة، عزيز صفة مشبهة من عز يعز، عز يعز، يعز بالكسرة في العين، أي قل وندر، كل ما يكون نادر يصير عزيز، كل ما نادر يصير عزيز. شلون الذهب، الألماس، المال، كل ما يكون نادر يكون عزيز. أو عز يعز، يعز أي قوي واشتد بالفتح، قوي واشتد. أما قل ندر أو قوي واشتد من العزة. عزيز يعني قوي وشديد، قوي وشديد. وسمي بذلك أما لقلة وجوده وندرته، أما لقوته بمجيئه من طريق آخر، أما لقوته بمجيئه من طريق آخر. ليش هذا الحديث يقوي حديث آخر وآخر وآخر آخر لمجيئه من طرق أخرى أيضا قوية وصحيحة، صحابي وثقات وهذا وناس عدلين وضابطين. الصفة المشبهة لفظ يصاغ من الفعل الثلاثي، أي فعل نصر، ينصر، كتب، يكتب، ما شنو ذني الأبواب مال المصادر، من الفعل الثلاثي اللازم يدل على معنى وذات. يعني مثلا أنا اسمي عزيز، وأنا عزيز بعلمي مثلا، بأخلاقي، بصفة معينة، بخبراتي، بمهاراتي، يسمى عزيز. أو عندي كرامة وعندي هذا، عندي مبادئ وهذا، فيسموه عزيز. فهذا اسم عزيز وعملي وصفتي شنو؟ عزيز. من يقولون هذا عزيز، فأنت يتبادر إلى ذهنك أنه عنده عزة في موقع معين، في صفة معينة، ولكن تقول له لا هذا عزيز، تسمع عزيز معناه هذا اسمه عزيز وعمله عزيز. صفة لازمة يدل على معنى وذات في آن واحد على وجه الثبوت لا يتغير. نقول هذا عزيز، هو عزيز واسمه عزيز، فذاته وصفته واحدة. شلون الله سبحانه وتعالى وهو العزيز الغفور وعزيز الحميد، إذا هو عزيز صفته ثابتة. فهذا أخذوا من شنو الحديث هذا سمي حديث الآحاد، سمي عزيز. تعريفه اصطلاحا هو الحديث الذي لا يقل رواته عن اثنين في طبقات السند. نجعل الطبقات صحابة، تابعين، تابعين، نجد في أقل طبقات اثنين أو ثلاثة، زين؟ لا يقل عن اثنين في جميع طبقات السند، في جميع طبقات. ويكون هذا الوصف نادر الوجود في الأحاديث، أطلق عليه لقب العزيز. يعني قل ما تجد حديث للنبي في سلسلته أكو اثنين في أقل طبقات اثنين، لازم أكثر من 5 و4. شوف هذا أقل طبقة 3. نادر ما يأتي حديث طبقات تابعين أو تابعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، طبق الصحابة رووا مثلا 2، زين؟ لازم سامعي صحابة 3 أو أكثر. فأكو أحاديث موجودة هي سامعي بس صحابة 2 في أقل طبقات، أو التابعين سامعين هذا الحديث بس رواه 2 ثقات، فيعتبر عزيز لقلة ندرته ووجوده. أطلق عليه لقب العزيز باعتبار طرق وصوله إلينا. هذا ابن الصلاح في مقدمته. وبعض علماء الحديث يقول 3 فأكثر، بعض العلماء يقول 3 فأكثر. سؤال: لماذا قال ابن الصلاح وبعض العلماء 3 فأكثر وليس 2؟ كقول ابن حجر دليلهم قوله تعالى فعززنا، من أخذ فعززنا بثالث، فهو عزيز إذن هو في أقل طبقات 3. حكمه العزيز طبعا كغيره من الأحاد والمشهور، يعني المشهور والغريب كغيره من الأحاديث. أما صحيح يحتاج البحث والاستدلال والجرح والتعديل وعلم الحديث رواية ودراية. العزيز كغير من أقسام الآحاد، فلا يوصف. المتواتر متواتر وعدل وضابط وكذا راوي، إذن هو صحيح، فلا يوصف بكونه صحيحا أو غير صحيح أو حسن أو غير، إلا بعد البحث في حال رواته، فمنه الصحيح والحسن والضعيف. مثال: حديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فهذا الحديث روى 3 أو أقل على حسب ابن الصلاح أو أقل. الحديث مثلا البخاري ذكر هذا في صحيحه، ومسلم أيضا ذكر هذا صحيح عن طريق أنس بن مالك
أنس وأكو هذا البخاري ومسلم. والبخاري انفرد به عن طريق أبو هريرة في حديث، يعني راوي مرتين هو. أول مرة رواه البخاري ورواه مسلم، رواه البخاري ورواه مسلم. وانفرد البخاري في سلسلة معينة بالرواية نفسها عن طريق أبو هريرة في المتفق عليه أنس في البخاري ومسلم. البخاري انفرد عن مسلم في رواية الحديث عن طريق أبو هريرة. أنس عن قتادة، أنس رواه عن قتادة زين، ورواه قتادة عن أنس وعبد العزيز بن صهيب عن أنس. قتادة من روى عنه؟ شعبة عن قتادة وسعيد عن قتادة. إذن شعبة عن قتادة عن أنس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وسعيد عن قتادة عن أنس. ومن جانب آخر من سمعه أيضا عبد العزيز سمعه بن صهيب، وعبد العزيز من سمعه إسماعيل بن علي وعبد الوارث. إذن إسماعيل بن علي عن عبد العزيز عن أنس الحديث نفسه، وعبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس. زين، تابعين طبعا. أبو هريرة أيضا من الصحابة، أنس سمعه وأبو هريرة سمعه، روى اثنيناتهم. يهمنا أقل طبقة. شوف هسه أنس ابن مالك وأبو هريرة طبقة الصحابة اثنين. إذن هذا حديث شنو؟ عزيز. في أنس قتادة وعبد العزيز اثنين، هذا نادر. عن قتادة شعبة وسعيد زين اثنين، واسماعيل بن علي عن عبد العزيز. شوف، إذن في كل طبقة اثنين. هاي الطبقة الصحابة اثنين، فطبقة التابعين اثنين، طبقة التابعين أربعة، يعني كلهم سمعوا عن قتادة. شعبة وسعيد سمعوا عن قتادة، واسماعيل وعبد الوارث سمعوا عن عبد العزيز، فتعتبر أربعة في طبقة التابعين. فنأتي إلى أقل زين، فيهما أقل طبقة وهي اثنين، لأنه نادر الوجود فهو عزيز. أشهر المصنفات، إذا عرفنا العزيز أنه في أقل طبقاته. عرفنا الطبقة ما هي؟ صحابة، طبقة التابعين، وطبقة التابع. مثل ما أنت من سمعت هذا الكلام؟ أنا سمعته من عندي، أنت صاحب إلي، أنت صحابي، سمعت الكلام زي المجاهد من مجاهد، تعتبر الطبقة الأولى. من اسمع منك؟ أنت نقلت إلى أخوك أو إلى أهلك، يعتبرون أنت صحابي، وذاك تابع من سمع من الصحابي اللي بعد ما صاحب الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. لمن يسمع هذا تابع من الرسول صلى الله عليه وسلم، الصحابة سمعوا من الرسول. أنت نقلت الحديث بعد انتقال النبي رفيق الأعلى، لم يصحب هذا التابع من يصحب رسول الله، يعتبر طبقة. واللي نقل هاي تابع نقل إلى بعده لم يرى الصحابة ولم يتلقى منهم، تلقى العلم من تلاميذ الصحابة، وهكذا. فكل وحدة تعتبر طبقة. فعرفنا الطبقة. إذا نجي على الحديث، لماذا سمي عزيز؟ لقلة وجوده أو قوته أو لندرته. قلما يأتي حديث في أقل طبقات اثنين، لا يوجد. إذا اثنين فيعتبر عزيز، إذا اثنين يعتبر عزيز، ثلاثة فأكثر يعتبر مشهور، يعتبر مشهور لفظي، وهكذا. 10 فما فوق يعتبر متواتر. زين. أشهر المصنفات فيه، لم يصنف العلماء مصنفات خاصة بهذا الحديث العزيز، والظاهر لقلته، يعني اللي قليل فما يتعبوا نفسه. فالحديث عن شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي، عن شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي، عن سعيد عن قتادة عن أنس عن إسماعيل، وهكذا اللي قلنا لكم إياه. إذن صفة الصحابة. إذن من روى هذا الحديث اللي قلناه؟ روى الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، رواه أنس عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ورواه أبو هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ماكو راوي آخر، عمر، عثمان، علي، أبو سعيد وأبو سلمة، وهكذا، لم يروي راوي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يعتبر حديث عزيز، يعني قليل الوجود، في طبقاته اثنين فقط، أو قال 3. هذا هو الحديث. وندخل بعدها إلى الحديث الغريب، النوع الثالث من أحاديث أو خبر الآحاد اللي انقسم إلى عن طرق وصوله إلينا: المشهور والغريب والمشهور والعزيز، وبقى الغريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي
شيء يشبه عليك ما فهمته دز لي بالتعليقات أخوي العزيز، الله يرضى عنك، زين، حتى تعم الفائدة إلك تفهم أنت أكثر، وإحنا نعرف أنه وين الخلل عند الطلبة حتى نقدر نوصل لهم علم بصيغة بعد أفضل، بعد مثل الكلام أحسن، وننمق الكلام أو نتوسع بالبحث إن شاء الله حتى توصل الكلمة إلى أكبر عدد من الناس حتى يفهمون هذا العلم ضروري. لأنه الناس حاليا منكرين لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يضربون البخاري ومسلم والأحاديث وكتب الصحاح الستة والأربعين يضربوها بأرض الحائط حتى يأخذون فقط من القرآن، وحتى يقل علم المسلمين ويشكون في دينهم. فهذا علم ضروري تتبع الأحاديث حتى لا يأتيك أحد تكون مثل بني إسرائيل إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. لا، الدين ليس دين تقليد، وإنما دين علم، دين علم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. زين، قال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما، هذا العلم ضروري. فاعلم أنه لا إله إلا الله هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. لأن وعلم الإنسان ما لم يعلم، أول كلام نزل من الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان. كم مرة اقرأ، مرتين اقرأ ومرتين علم، 3 مرات. دائما الله سبحانه وتعالى يركز على العلم على القراءة، ونحن لا نركز لا على العلم ولا على القراءة، على التقليد فقط، ومكتفين احنا بعلمنا وما علينا بالعالم. من لم يهمه أمر المسلمين فليس منهم، قال صلى الله عليه وسلم. فنحثكم على العلم، نحثكم على العلم ولو احنا نعرف ظروفكم، ولكن لا تخلق لنفسك وقت تجبر نفسك على الاطلاع وعلى اتباع وعلى سماع الكلام والنصح والإرشاد حتى تزداد علما. وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. أنت اطلب من الله سبحانه وتعالى أن يزيدك علم. ليه؟ علم نفسك أول شيء، خذ العلم حتى تعلم نفسك، حتى تقل أخطائك، حتى تعرف شريعتك، تتعرف على الله، تتعرف على طرق الحق سبحانه وتعالى، تتعرف على صفات الله، وهكذا. وبعدين يجوز تفيد العالم إذا الله سبحانه وتعالى جعلك من أهل العلم، تفيد الناس. خير الناس من نفع الناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر.